السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة من قناة يوميات سعد ومروة. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة القمر دي. شايفين الارتفاع بتاعها؟ هنعملها من كيلو دقيق. هنشوف المقادير بتاعتها سهلة وبسيطة جدا. انا عملت معاكم الكيكة بطرق مختلفة كتير. عملتها بالفانتا، وعملتها بالتانج البرتقال، وعملتها بالميه السخنه، وعملتها باللبن. عملتها معاكم بطرق كتير. وعملت معاكم برضو الطرق اللي هي بتاعه المحلات. ان شاء الله كلها طرق ناجحه. جربوها وقولوا لي على رايكم في التعليقات. يلا نشوف بينا الوصفه مكوناتها ايه. هنا هعمل معيار كيلو دقيق. كيلو دقيق هحط عليه 2 كيك شيف. كيك شيف احسن في الكيكه عن البيكنج باودر. يعني ده حاجه انا حاساها كده ان هو بنفشها اكتر عن البيكنج باودر. الكيلو الدقيق هحط عليه 7 بيضات، و3 أو 4 معالق كبار مليانين من بتوع الاكل بشر او جوز الهند زي ما بتقولوا، و7 بيضات. مش عارفه انا قلتها ولا لا. وهحط 2.25 لكوبايتين بنفس الكوبايه اللي قدامكم دي زيت. بس انا مستنيه بس بقيت معيار الزيت احطه بعد ما افضي الكوبايه دي. و2.5 عصير تانج، اللي هو التانج اللي هو الاكياس اللي بتعملوها عصير دي. يعني حتى السكر بتاعها فيها. وهحط هنا يعني هو عصير جاهز للشرب. خدت منها 2.5 من نفس معيار الكوبايه اللي قدامكم دي. وحطيت هنا 3.5 سكر، و2 كبار خل، معلقتين كبار بتوع الاكل خل، ورشه فانيليا. هضرب البيض مع السكر مع العصير التانج في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. هضربه لحد ما يتجانسوا مع بعض خالص، السكر يدوب. هنا كنت بحط بقية العصير. هضربه بقى في الخلاط. أنا مش عارفه انا كنت بدور على ايه هنا. كنت بدور على الفانيليا وهي قدامي اصلا. هنا هحط رشه فانيليا. وهحط هنا المعلقتين الخل برضو مع العصير والسكر والبيض. بس لما اجي اضرب الكميه هتبقى كبيره قوي على شفشق الخلاط، فاقسمها على مرتين. هضرب الكميه دي وارجع تاني اقسمها، لان هي هتعمل فم وهتكتر شويه عن كده لما السكر يدوب. هقسمها علشان لما احط 2.25 الزيت مش هيكفي. انا كنت قسمت نصها هنا، وبقول لكم انا حطيت هنا بقى على النص التاني 2.25 زيت. وهضربهم برضو ضرب جامد. وما تنسيش برضو يبقى انت كاشفه الغطا بتاع الخلاط، عشان برضو كل ده هوا بيدخل للكيكه عشان ينفشها. بعد ما اضرب الشفشق التاني ده هقلبهم في الطبق على نص الكميه الاولانيه، وهضربهم بالمضرب السلك ضرب جامد علشان يختلطوا كلهم مع بعض، لان احنا دلوقتي ضاربين الزيت مع نص الخليط والنص الخليط التاني لا. هنا قلبتهم بقى على بعض. وهقلب كويس عشان يتجانسوا مع بعض زي ما قلت. وهحط هنا برضو جوز الهند اتقلب مني شويه. احط هنا جوز الهند واقلبه. ما تحطوش في الخلاط عشان جوز الهند لو حطيته في الخلاط هيتضرب ويتطحن. هيبقى طعمه باين بس هيتضرب ويبقى مطحون. انما دلوقتي هيبقى طعمه وريحته والقرقشه بتاعته كده بتبقى تحت السنان، بتبقى حلو. هضيف هنا الدقيق. هو ده كيلو دقيق. انا حوالي قسمته على حوالي 4 مرات. اهم حاجه تضيفي اول دفعة وتضربها كويس في اتجاه واحد عشان الهواء يدخل لها، عشان تبقى الكيكة منفوشة ومهوية، ما تبقاش مكتوم. ما تضربيش في جنب في اتجاهين، يعني خليكي في اتجاه واحد. وما تحطيش الجزء التاني من الدقيق غير ما الجزء الاولاني اللي انت حطاه ده يختفي خالص زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. احط الجزء ده وبرضو هضرب بنفس الاتجاه لحد ما كمية الدقيق كلها تخلص وكمية الدقيق كلها تختفي. انا هنا ما برجعش، بالعكس انا عماله اقول لكم اضربوا في نفس الاتجاه. انا ما بعمل الحركه دي اللي فاتت دي كده ما برجعش، بالعكس لا انا بجيب الدقيق بس اللي على الجنوب من فوق
عشان تختلط كلها مرة واحدة مع بعض. دي تقريبا اخر كمية من الدقيق. لا لسه في جزء كمان. انا كده ما برجعش، بالعكس انا بلم الدقيق بس من على الجنوب من فوق. هحط اخر كمية في الدقيق بقى زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هنا كده اندمجوا كلهم مع بعض. حطيتهم في اللحوقي ده، اكبر لحوقي موجود عندي بياخد كيلو الدقيق. هحطها على النار متوسطة 180 درجة. لو ما عندكيش ارقام في الفرن هتحطها على نار متوسطة في الرف اللي في النص. لو الفرن بتاعك هادي زي الفرن بتاعي بتحطها على الشبكة على الرف الاولاني من تحت. هنا والله الكيكايه اول ما طلعت كنت انا حطيت عليها الصوص وقبل ما اصورها كانت اتاكلت بألف هنا ما شاء الله، يعني ملحقتش اصورها. فهنا كان اتاكل منها جزء، فلما لحقت بس كده وافتكرت ان انا ما صورتهاش لسه، فده اللي اتبقى منها، فقلت اصورها بقى وبعد كده ابقى اسيبها لهم تاني. هنا الكميه بتاعه الكيلو بتاع الدقيق معقول قوي في المقاس بتاع الصينيه ده. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قولوا لي ايه رايكم في التورت والكيكات اللي كنت عاملاها معاكم الايام اللي فاتت. دي الكيكه بتاعتنا في اخر الفيديو. يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبالهنا والشيف. شايفين اللون بتاعها ابيض ازاي؟ الاصفر بتاعها اصفر جميل مش غامقه عشان مغبتش في الفرن. شايفينه؟ هنا صوص مربى الحليب. الحقيقه هو الصوص اللي كان باقي عندي، يعني ما كانش عندي حاجه تانية. يلا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.